السلام عليكم اخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير واحسن حال. شكرا دايما على دعمكم ومحبتكم ليا على قناتي. ربنا يبارك فيكم يا احلى اخوات في الدنيا كلها. يا ريت لو المحتوى بتاعي هادف ومفيد يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعاراتنا بكل جديد بننزله. ويا ريت لايك وكومنت حلو كده، دعوة لاختكم. ربنا يبارك فيكم ولكم بالمثل ان شاء الله. هنخش على الوصفة بتاعتنا. معايا 1.5 كيلو من الدقيق، عليهم رشة من الملح، عليهم معلقة من البيكنج باودر، عليهم معايا كوباية الا ربع من السكر او كوباية سكر حسب ما انتوا حابين. هناخد منها 3 معالق في كوباية مية كبيرة دافية، عليها كيس من الخميرة وهندوبهم حلو هنركنها على جنب. ومعايا على الدقيق رشة ملح، معلقة من البيكنج باودر، معلقة رشة فانيليا، وهنزل ببقية السكر بتاعي واقلبهم تقليبة حلوة. ومعايا 1.5 كوباية من السمنة من السياحين، عليهم نص كوباية من الزيت، وهقلب الكلام الجميل ده كله قوي وهفركه او هبسه كده كأني ببس كحك لغاية اما الدقيق بتاعي كله يتغلب بالمادة الدهنية بتاعتي حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بكوبايتين من اللبن الرايب. اللبن الرايب بتاعي دسم قوي وفيه قشطة كتير، هيديني قوام حلو قوي للقرص بتاعتي وهيديلها ريحة وطعم حلو قوي. ده سر القرص بتاعتي، ان هي تطلع طرية وطعمها حلو قوي وريحتها جميلة جدا تقلب الدنيا كلها. بما ان احنا في الشتاء فالقرص بنعملها في البيت، بتدفي البيت كده وبتدي ريحة حلوة قوي واحسن من الفران مليون مرة. بنعملها في البيت بطريقة حلوة قوي وسهلة وبسيطة، وبندي ريحة حلوة قوي لبيتنا وبندخل خير في قلب البيت. بجد طعمها حلو قوي. جربوا الطريقة ديت وان شاء الله هتعتمدوها. طريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو. القرص بتاعتي بيضة جدا من جوه وهشة وكلها فراغات لانها يعني مخدومة حلو، معجونة حلو، ومقاديرها مظبوطة وحلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ان انا عجينها حلو. وهننزل على الدقيق بتاعنا بكوبايتين اللبن الرايب اللي كلهم دسم قشطة يعني. هكمل الدسم بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده وهعجن فيهم حلو قوي. ونزلت زي ما انتوا شايفين كده الخميرة بتاعتي بدأت تتفاعل، ما سبتهاش كتير. ويا ريت ان احنا لما نيجي نعملها في مية سخنة ما تكونش سخنة قوي، نموت الخميرة بتاعتنا ما تتفاعلش معانا في العجين زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ اعجن حلو قوي. اهم حاجة ان هي تكون هشة معايا، العجينة تكون طرية قوي، وكل ما هنعجنها هتدينا ملمس حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ونعمل الافضل والاحسن. مش هزود عليها مية كتير، معايا نص كوباية من المية وهي دي مقاديرنا زي ما انتوا شايفين. يعني كوبايتين من الحليب اللبن الرايب، ونزلت عليهم بكوباية كبيرة من الخميرة مية دافية بالخميرة والسكر. العجينة بالكيلو ونص دقيق مش هتحتاج غير نص كوباية من المية. هننزل عليهم بق بق علشان الدقيق بيختلف من نوع دقيق للتاني زي ما انتوا شايفين كده. هفضل اعجن فيهم زي ما انتوا شايفين كده لغاية اما تديني القوام المناسب اللي انا احس ان هي خلاص بقت خلاص اتعجنت حلوة قوي، وهتديني النتيجة اللي انتوا شفتوها معايا في اول الفيديو. ما ننساش يا جماعة اللايك، وننزل في التعليقات ندعي دعوة حلوة كده لاختكم ولكم بالمثل ان شاء الله. شايفين ما شاء الله العجينة بجد بجد حلوة قوي. كل ما هنخليها طرية بزيادة معانا هتدينا النتيجة الأحسن. لا حطيت خل ولا حطيت أي حاجة، وزي ما شفتوها في أول الفيديو بجد بجد ريحتها كانت قلب الدنيا وطعمها حلو قوي. هفضل أعجن فيها لغاية ما تديني الطراوة الحلوة. شايفين ما شاء الله حلوة قوي. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ونعمل الافضل والاحسن. عجنتها حلوة قوي، هسيبها ترتاح 10 دقايق. شايفين طرية جدا وملمسها حلوة قوي. هسيبها ترتاح 10 دقايق وهبدأ اشكلها زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما سبتها ترتاح 10 دقايق غطيتها بالكيس اهو، هسيبها ترتاح 10 دقايق وهبدأ اشكل فيها بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. هفضل اقطع فيها كرات
كلها بسوى واحد علشان تبقى كلها قطعية واحدة كلها زي بعض، عشان ما في السوا بتاعها تطلع مستوية وتطلع حلوة كده. شايفين ما شاء الله مفيش كورة اكبر من كورة، كلهم بسوا واحد على ميزان بايدي بقطعهم بشكل واحد. هبدأ من اول كورة انا عملتها، هفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هفردها على قد ما اقدر، ما رققش قوي ولا اسيبها تخينة قوي، علشان لسه هتختمر معايا او هتخمر معايا وهتزيد، لان محطوط فيها بيكنج باودر وخميرة، لسه هتزيد معايا. ولما هنحطها في قلب الفرن هتقب وهتعلى كده وهتنفخ معايا. شايفين ما شاء الله كلها هتبقى بسوى واحد. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ونعمل الافضل والاحسن. الشتاء كله خير وبركة، حلوة قوي للفطار او للعشاء او للمدارس، بجد جميلة جدا، احسن من الكيكة واحسن من اي حاجة تانية. شايفين ما شاء الله على جمالنا، ما بتاخدش وقت وسهلة جدا. العجينة بجد مخدومة حلو ومقاديرها مظبوطة. احاول على قد ما اقدر ما ارققهاش من ناحية وما خليهاش سميكة من ناحية، علشان سواها في الفرن يبقى واحد وتبقى شكلها حلو زي ما انت شفتها في اول الفيديو. زي ما انت شفتوا كده ما شاء الله جميلة جدا، كلها بسوا واحد زي ما انتوا شايفين كده. واهم حاجة زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، ما نضغطش عليها قوي بصوابعنا علشان ما تبقاش صوابعنا معلمة فيها. زي ما انتوا شايفين كده بالراحة كده خالص، كأننا بنطبطب عليها عشان تعلى وتنفخ معانا وتطلع بالهشاشة والجمال اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. انا بعملها بالراحة خالص اهوت زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ان هي تبقى بسوا واحد، لا حتة عالية ولا حتة رقيقة. هكمل الكمية كلها بالشكل القمر اللي انتوا شفتوه دوت، وهسيبها تخمر معايا. هحطها في الفرن واغطيها علشان تخمر وتزيد معايا، وهوريكم بتزيد ازاي وشكلها ازاي بعد الخمر. سبتها لما خمرت خالص زي ما انتوا شايفين كده. ده ارضيتها بقى، بتحس ان هي يعني الخمر بتاعها بيبقى باين فيها، ومن تحت كده تحس ان هي عاملة زي البيشة كده. ده لما بتخمر بتبقى بالشكل ده. هخبزها في الفرن وهتطلع بالقمر اللي انتوا شايفينه دوت. ما تنسوناش بلايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير.